السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة تتابعيني، ولو متابعيني ادخلي حالا في الكومنت اعملي لي قلوب كتير وقولولي انك بتحبيني جدا جدا جدا. ويلا بينا نحضر الفطار. فطارنا النهارده يا اخواتي، مش انا قلت لكم الرغيف ده انا وعمر، مش انا من يومين بس قلت لكم ان انا وعمر بنقعد نتخانق على الرغيف اللي هو المفروض ده، وقلت لكم ان الرغيف المعوج اللي انا شلته ما عجبنيش وحطيته في الكيس تاني ده يعني هناكله في الاخر. انا النهارده كنت باكله وكنت قاعده عماله افرد فيه بقى. واو، قلت لكم اصلا الحته دي في الفيديو بصوت، بس قلت اقولها لكم في الفويس اوفر. المهم الشيبسي بتاعنا يا اخواتي اللي متبقي من بالليل، عمر كان جايب لنا شيبسي وحلويات وهو طالع، ف عمل حسابي في كيس شيبسي. قال لي انا جبتهولك وعايزه تاكليه دلوقتي، كليه براحتك، عايزه تفطري بيه بكره. قلت له لا، ممكن اكل نصه دلوقتي واسيب نصه للساندوتش، يعني شغلت دماغي بس كده. فاحلى ساندوتش هتاكليه هو ساندوتش الجبنه بالشيبسي، واللي عايز يعاركني بقى يعاركني. بقول لكم اهو كوبايه الشاي تاني اهو، بقول لكم كوبايه الشاي تاني. ما فيش نسكافيه وهو حارمني من نسكافيه. انا بتعرض للعنف الاسري في البيت هنا، محرومه من النسكافيه. انا هكلم حبيبي وروح قلبي ابويا اللي ماليش غيره في الحياه. بابا حبيبي لو سمحت انت بتتفرج على الفيديو، هاتلي نسكافيه معاك. هو هيجيبهولي، هو ما يقدرش على جوزي الا ربنا وبعد كده بابا، فهو هيجيب لي نسكافيه. هو هيقنع عمر ان هو مش غلط، وانا بظبط دماغي يا جماعه، انا بظبط دماغي. بس هنشغل بقى المسلسل اللي احنا بنحبه. وبصراحه ما كنتش بحب المسلسل ده في وقت ما نزل من سنتين في رمضان تقريبا او من سنه مش فاكره، بس الفضا بقى بيخليني اتابع حاجات انا مش عايزه اتابعها. والله الفضا ده بيخلي قاعده طول اليوم كده، ما جالي توحد في البيت. ولما قررت ان انا اخرج النهارده الدنيا قلبت وبقى في نوة. برضو بتعرض للعنف الاسري وانا بناشدكم دلوقتي الحقوني. جوزي حبسني في البيت، والله قال لي انتي محبوسه في البيت النهارده. يا ابني سيبني انزل اتمشى شويه، سيبني. قال لي هو اول امبارح قال لي خلاص انزلي النادي. قلت له موافقه، فسيبني انزل بقى النهارده، مش انت اللي اقنعتني انزل. قال لي لا للاسف صحيت لقيت فيه نوى، فانتي ممنوع تفتحي باب الشقه. فشكرا شكرا شكرا. انا وجوزي هنتقابل النهارده في المسامح كريم. بكره بقى في فيديو قوي جدا جدا جدا، استنوا وتعملوا لايكات كتير وكومنتات كتير عشان اقول لكم عليه بكره او بعده، على حسب. لو عملتوا لايكات كتير قوي والفيديو جاب مشاهدات حلوه كده وبسطتوني زي الفيديو اللي من كام يوم، هبسطكم والله. وهقول لكم على مفاجاه حلوه والله العظيم، ومحدش يقول لي حامل، عشان يعني هي مفاجاه تانية عشان نبقى صراحه كده. بس مفاجاه من المفاجآت اللي انتوا بتحبوها. ف يعني ايه كده. انا نسيت اقول لكم يا جماعه ان انا بعمل ايه. انا حطيت شويه من الزبده او السمنه البلدي اللي احنا سيحناها مع بعض، ونزلت بقطعتين لحمه. معرفش اللحمه عماله تطشطش ليه، مش فاهمه لها اي حاجه خالص. يعني بحط لحمه على طول تتشوح، مجرد بقى بعد كده اللحمه بقى تقعد تطشطش على البوتاجاز وانا بقعد امسح. ما احنا ما تعلمناش من الاخطاء، ما احنا نسيبه لما يطشطش للاخر ويخلص طشطشه يا ست الكل، عشان ايه ما نقعدش نمسح كتير بقى وكده كده. بقى نقلب وبس كده. ما كنتش دعوه بالاكشن وشي، بس عشان انا ايه بخاف من الطشطشه دي بصراحه، بحبهاش. فبقعد ساعات بتطشطش في عيني، يعني ساعات طشطشه الزيت بتدخل جوه عيني، يعني ببقى عارفين ان هو عيني يا بابا بتاعت محمد هنيدي دي، هي بتدخل جوه عيني بجد. التوم هنا ما كنتش لسه عملته، ده اليوم بقى اللي انا عملت فيه التوم. فكروني دلوقتي ادخل اعمل له كده كشف مستعجل اشوفه بقى طري، يعني لسه طري زي ما هو ولا لا، لان انا اتغبيت وحطيته تاني في نفس المكان اللي هو بينزل منه التلج اصلا.
اللي بينزل منه يعني الصقيع كده بسرعه فيسقع. انا الفريزر عندي بيسقع حلو الحمد لله. فعارفين في مخرج كده للتلج. انا بقى حاطه التوم ده هناك، مش فاهمه ليه، بس هو انا ما اتعلمتش من اخطائي. انا طلعته من مكانه استخدمته وبعد كده عدلته وحطيت زيت وحطيته وضربته تاني في الكبه وما اعرفش ايه ورجعته تاني في نفس المكان. اتعلم من خطأي؟ نو 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 ابدا. هنجيب بقى طماطميتين وهنضربهم في الكبه بتاعتنا. يا جماعه الكبه بتاعتي اتكسرت زي ما كنت موريكم، فاكرين الحته اللي اتكسرت فيها؟ شغلت مخي وقمت لازقاها بامير. فلما باجي ادخلها في الهاند بلندر نفسه، يعني اللي هقول لكم عارفين اللي هو بيضرب، يعني الجزء اللي فوق ده، في الجزء بقى اللي تحت اللي بنضرب بيه، لما باجي ادخله في الجزء اللي فوق ده بيعصلك معايا. يا اما لما باجي لو دخل وهو خارج بقى بيعصلك، بقعد بقى اشد جامد. ليه بقى؟ الحته بتاعت الامير دي كل ده عشان غباء مني. المفروض ان انا اوديه التوكيل معايا ضمان وكل حاجه، بس انا مكسله اوديه التوكيل ومعرفش اصلا توكيل بوش هنا فين في اسكندريه. انا اعتقد اني لمحته بس فين مش فاكره، وهو موجود يعني من غير ما اخمن مكانه فين، هو موجود عموما. بس مش عارفه بعد ما انا لزقته بالامير هل ينفع اروح اقول لهم ان هو اتكسر وانا لزقته بالامير، ولا هيقولوا لي هو خرج بره الضمان. فالمهم ان هو بيعصلك معايا في الدخول وفي الخروج، فمش عارفه بصراحه. المهم هنا حطيت شويه بصل زي ما انتم شايفين وشوحتهم مع حته اللحمه. البصل مغمقش، هو بس واخد لون من الصوص بتاع اللحمه، لان اللحمه لما اتشوحت بتنزل صوص بني كده. ركنته على جنب علشان البصل ما يتحرقش. وحطيت على فكره هنا توم، بس انا حطيته معاكم. وهشوح التوم كويس وبعد كده هنزل عليه بعصير الطماطم لحد ما يتسبك. هعمل النهارده اكله ولا يا ولا بجد بحبها قوي قوي قوي. ما تجريش الفيديو، لو جريتي الفيديو هقفشك يا لئيم. مش فاهمه انا بقلب ليه، بس انا الحله كانت سخنه وكنت خايفه البصل والثوم يتحرقوا. بس كده مش فاكره برضو انا فتحت على الحله تاني ليه. لا استنوا اقول لكم ليه. استنوا. كنت بحط شويه سكر عشان الحموضه، مع اني بنساها على طول، يعني ساعات بفتكرها فلما الطبخه تخلص بقى لو نسيت احط معلقه السكر. يعني مش معلقه، بتبقى شويه صغنطتين كده بس عشان الحموضه وبس. مش فاهمه انا كنت بعمل ايه، بس يعني هتلاقوني سرحت والله. هو انا ساعات بسرح كده فببقى واصلا مش واخده بالي ان الكاميرا شغاله. بس هنا بقى كانت الطماطم تقريبا اتسبكت. وحطيت كمان، نسيت اقول لكم ان انا حطيت لورا وحبهان، نسيت اقول لكم ده مع تقريبا قبل ما احط الطماطم او بعد ما حطيت الطماطم. انا كنت بتاكد من ريحه الحبهان باينه ولا لا. معلش انا لازم طبيخي يبقى ريحته حبهان ولورا. مش ما بحبش احط اللحمه في الاول عشان اللحمه الملح، عشان اللحمه يعني دي لسه اول مره استخدمها من اللحمه الجديده، فانا مش عارفه ايه ظروفها، فعشان ما تطولش معايا في التسويه. لان انا اللحمه بتاعه الطبيخ يعني ما بسلقهاش، انا بسيبها تستوي مع الاكل، فاهمين قصدي. وحطيت باميه، ما كيش دعوه بشويه التلج اللي نزلوا دول، عادي مش هيجرى لهم اي حاجه. كده احنا كده هنحط ميه اصلا او شوربه يعني. هنا حسيت ان الكيس قليل فهنزل تاني بشويه باميه وبس كده. حد كان كاتب لي ان انا لازم اغسل الباميه الاول قبل ما احطها. بصوا، هو انا عارفه الموضوع ده في الباميه اللي هي يعني عارفه ان الموضوع ده ما كنت عند ماما كنت بشوفها بطلعها من الفريزر، اللي هي الباميه اللي هي اللي هي مش ان انا شاريها جاهزه، فاهمين، اللي هي البلدي العادي اللي هي بنفرزها عادي احنا في الفريزر دي. كنت بشوف ماما اصلا لما بتطلع اي حاجه من الفريزر لازم تغسلها الاول عشان التلج، ريحه التلج. بس الحمد لله يعني انا ما بحسش ان الاكل عندي فيه ريحه تلج ولا ريحه تلاجة، بالذات في الحاجات المتفرزه دي، فما بغسلهاش. مهم بحب احط حته توم تاني بقى مع الاكل من غير ما يتشوح كده، وبالذات الباميه لان الباميه بتحب التوم الكتير، فبشوح تاني في الاول توم وبعد كده برجع احط توم تاني مع الباميه بقى وهي بتتشوح كده واقلبهم مع بعض، تديها ريحه حلوه كده.
ولا كأننا عملنا اي حاجة. هنشوح بقى، نشوح كده. بحب اشوح البامية الاول، وبتنزل كده شوية صوص كده، او يعني بتنزل يعني فاهمين. محبش احط لها شوربه او ميه في الاول غير لما اتاكد ان هي هتنزل ميه ولا لا، عشان الميه بتاعتها ما تبقاش كتير. لما احط ميه مثلا او شوربه ما يبقوش كتير. هنا كنت بتاكد اللحمه داخله على التسويه ولا لسه نيه، عشان ايه لو كده كنت اخدها اسلقها في ثواني يعني. ولما بتعصلك معايا باخد القطعتين دول احطهم عادي في حله البريستو، مفيش 10 دقايق وبيبقوا استوى. وهتقولوا لي بتحطي قطعتين بس في الحله قد دي، هعمل ايه؟ مضطره. ان حرفيا قابلني لحمه قبل كده مرتين او 3 من ساعه ما اتجوزت، والله كنت بحطهم بالخمس ساعات. يعني ايام ما كان النور بيقطع وبيجي 6، كنت ساعات بحط النور كان بيقطع 5 مثلا ويجي 6، كنت ساعات بحط من الساعه 5 مثلا او 6 واقفل عليها 11 ونص انها تستوي. ما بتستويش، وعمر يجي يفتكرني مسويها في نص ساعه. يا بنتي اللحمه دي، يقول ربنا حطها من الساعه 6. مفيش بجد، مفيش. كنت هبصوا هبدها في الحيطه ترجع تاني. بس كده. هحط بقى شويه مرقه كده من بتاعه الخضار دي. اول مره احط مرقه في الخضار بصراحه في الطبيخ، اول مره. بس هي يعني ما حسيتش باختلاف قوي بصراحه، يعني حسيتش ان هي عامله فرق، لان اللحمه اوريدي بتعمل طعم، فاهمين؟ فانا ما حسيتش. فعايزين تحطوا حطوا، مش عايزين ما تحطوش. وانا اصلا بخاف من المرقه، يعني بخاف منها، بس هي بتحلي الشوربه وبتحلي الملوخيه، فانا بحب ممكن احطهم في الحاجتين دول، لكن في باقي الاكل ما بحطهاش. هحط بقى معلقه صلصه كده، عشان يعني ايه، حسيت ان الميه اللي انا حطيتها فتحت الصلصه شويه، فهحط شويه معلقه صلصه كده، بس هي ما بتاخدش وقت فهتتسبك عادي معاهم يعني. وبس كده. نحط قرن فلفل سبايسي مشطشط، حرفيا مشطشط. يعني هو حظي ان هو جه في الطبق بتاعي، يعني انا طلعته من غير ما اكل منه، طلعته اديته في طبق عمر. حرفيا كل ما اكل لقمه من الجنب اللي كان فيه قرن الفلفل ده اموت. اموت. هو هنا كانت تقريبا الباميه استوت ولا ايه؟ وهنا بس كنت بديها تقليبه، والباميه ما بتتقلبش. يعني دي معلومه برضو كنت عارفاها من ماما قبل ما اتجوز، ان الباميه ما بتتقلبش، هي بس ايه، تعمليها كده بتزقيها بالمعلقه كده. بس كده. كنت بقولكم ان هي استوت تمام تمام. بنتكم ست بيت شاطره. هنعمل الشعريه. ويا جماعه يعني الاكل دي طقوس، في بقى بني ادمين بتبوظ طقوس الاكل. يعني ايه باميه تتاكل بعيش ومحدش يعارضني؟ الباميه والسبانخ يعني رز، سوري يعني عيش. هو انا قلت اللي يعني ايه الباميه تتاكل برز؟ ليه الباميه تتاكل برز؟ الباميه بتتاكل بعيش. السبانخ والباميه بيتاكلوا بعيش. البسله بتتاكل برز. يعني اعرف ناس، يعني اعرف واحده صاحبتي كانت بتاكل البسله بالمعلقه حاف، او ممكن تقوم تبقى زهقانه تقول لماما تعملي لي بسله كلها حاف. ماشي، دي واحده بتحبها عادي، دي حاله شاذه عادي، مش مشكله يعني، مقبوله. هي بتحبها، هي حره. انما اكل البسله بالعيش لا. اكل الباميه والسبانخ بالرز لا برضو. معلش، الاكل ليه طقوسه ولازم نحترم طقوسه. فقولوا لي انتي من انهي فريق؟ بصوا انا بظبط الرز تحفه. اجي بقى اعمل رز كميات بعرفش، هو لا ايدي ظبطت على الكوبايه، بسم الله الرحمن الرحيم، على الطبقين. ايدي ظبطت يا طبق يا طبقين. والطبق ده لسه مؤخرا، لان مش كل الاكل بعمل طبق بس العمر يعني. فانا عملت طبق لعمر وبس، الحمد لله. طلعت عيش لنفسي اهو. و بس كده. جماعنا زمان دي حركه طبعا غبيه، ما تبقوش غبيه زي نور كده، فدي حركه غبيه ما تعتمدهاش. زمان يا جماعه انا كنت بتسحر بالباميه. يعني كنت بفطر اقول صباح الخير، انا عايزه افطر باميه. لو في باميه، ماما مش عايزه اكل سندوتش جبنه، مش عايزه اكل فطار معاكم زي البني ادمين، زي ما انتوا قاعدين متجمعين على الفطار كده، انا عايزه طبق باميه من بتاع امبارح.
وساعات كنت اتسحر باميه. في باميه خلاص ممنوع سحور، انا هم قاعدين بيتسحروا حاجه اللي هو السحور اللي هو البيض وزبادي وفول ومش عارفه ايه وجبن وكده، وانا بتسحر باميه. ف انا بعشق الباميه. بصوا الحمد لله وصلت اخيرا بعد سنه معافره مع الباميه اني اطلع الباميه زي ما ماما بتعملها بالظبط. بس المره دي حسيت ان هي ناقصها شويه زيت، مش عارفه حسيت كده لان انا عاملاها بالسمنه البلدي، وحطيت في الاخر يعني لما حطيت الباميه حطيت بقى شويه زيت عشان يدوها لمعه كده. بس حسيت في الاخر ان انا ايه محتاجه يعني شويه زيت، بس شويه زيت بس، كنت احط شويه زيت. هنا كان عمر جه ولازم ينكشني لازم كده، سبت اللي انا بعمله وبنكشه انا بقى. بصوا انا متضايقه ان الحته دي فاضيه، فعماله ازق في الطبق ان الصوصات تجري على بس كده كده. جبت اوكسي، انا بحب اوكسي جدا ودايما بجيب ال9 كيلو ده حلو قوي. بجيب اللي هو 8 كيلو عليه كيلو، بيبقى كيلو اوفر زياده يعني. بيبقى حلو جدا. بس انا كنت جايباه من كام شهر، يعني تقريبا من 8 شهور او حاجه، ولسه خلصان من يومين. كان ب 300 جنيه. معرفش ليه بقى ب 500. بس برضو ب 500 يعني اوفر من سعره الحقيقي، يعني اوفر اصلا من سعر ال9 كيلو برضو. يعني ال 500 كده ده اوفر. تمام. فسعره حلو قوي. وبحب اللي هو باللافندر ده. بس اول مره اجيب بنسيم اللافندر، يعني حاسه نسيم اللافندر اقوى. بس انا دايما بجيب باللافندر بس. ف بس كده، فقلت اقول لكم يعني ان في عروض في فتح الله، ودايما اصلا بيعمل فتح الله دايما بيعمل الاوفر بتاع ال8 كيلو عليه كيلو ده. دايما بيعملوا، يعني من يوم ما اتجوزت وانا بجيب ال9 كيلو ده. اللي هو بيبقى 8 وعليه كيلو.